السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض رز بسمتي بطريقة حلوة جدا والطعم هيعجبكم إن شاء الله. عندي هنا حوالي 2.5 كوب من الرز البسمتي، غسلته كويس جدا، وبعد ما غسلته حطيته في مية وعليها معلقة من الملح وسبته منقوع عندي في المية بالملح حوالي نص ساعة، وبعد كده شطفته من الملح وحطيته سبته يتصفى في المصفى زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا البهارات بتاعتي عبارة عن ربع معلقة من الكاري، وربع معلقة من الكركم، 3 ورقات من اللورة، معلقة كبيرة ملح. عندي هنا ربع معلقة من البهارات بتاعتي وقرنفل وحبهان وكبابة صيني، التلاتة حطاهم بنسب متساوية، ضربهم كويس جدا في المطحنة بتاعتي. عندي هنا ربع معلقة من الفلفل الأسود. عندي هنا مكعب مرق، وده طبعا أنا عاملاه في البيت وهتلاقوه عندنا في القناة طريقة المكعبات المرق دي. وعندي هنا نص بصلاية صغير، حوالي معلقتين من البصل المقطع صغير. هنبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه. في حلة عندي على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة، سمنة بلدي، وعليها حبة من الزيت. ويا ريت يا جماعة المادة الدهنية لازم تكون كتيرة شوية، لأن هي دي أساس طعامة الرز بتاعي. ممكن تستخدمي زيت بس أو سمنة بس حسب رغبتك، بس أنا بحب استخدم الاتنين. أول ما يسخن معايا الزيت والسمنة مع بعض هبدأ أضيف البصل معايا. هنا بعد ما ضفت البصلة بتاعتي على المادة الدهنية هبدأ أقلبها شوية، وأنا مش عايزاها تحمر، أنا يا دوبك بقلبها لغاية ما تدبل معايا. هنا يا جماعة أول ما البصلة دبلت معايا هبدأ أضيف عليها الرز بتاعي. ما ضفت الرز بتاعي على البصلة هقلبه شوية. هنا بعد ما عطيت الرز حوالي تقلبتين هبدأ أضيف عندي كل التوابل بتاعتي عليه. هنا بعد ما ضفت التوابل بتاعتي على الرز هفضل اقلب فيه شويه لغايه ما احس ان الرز اتخلص من كل كميه تقليب الرز. هستنى عليه شويه. ويا جماعه اساس الرز بتاعي في طعمه الماده الدهنيه، يعني ما ينفعش اقلل من الماده اللي كان عندي في الرز، وخاصه ان الرز البسمتي بيحتاج ماده دهنيه اكتر من الرز المصري العادي. هنا بعد ما الاقي ان الرز كل حبايه منه اتغلفت بالماده الدهنيه كويس وبدات اسمع صوته زي ما احنا سامعين كده، هبدا اضيف مكعب المرق واقلب فيه برضو شويه. دلوقتي انا ضفت مكعب المرق لغايه ما احس ان مكعب المرق معايا مش ظاهر واختفى مع الرز. كده هبدا اضيف تكون ميه سخنه او الشوربه سخنه. هنا بعد ما ضفت الشوربه بتاعتي، وزي ما اتفقنا ان لازم الشوربه اول ما تكون سخنين. ويا جماعه الرز البسمتي بياخد ضعف كميه 2.5 كوب من الرز، بياخد عليهم 5 كوبايات ميه او 5 كوبايات شوربه. كده هسيبه هغطي عليه، واول ما يبدا الميه تتشرب بتاعته ويغلي هبدا احط تحتيه شياطه الرز وهوطي عليه لتحت وهسيبه. ويا ريت الرز البسمتي بالذات ما نقلبوش كتير عشان حبات الرز ما تتكسرش. هنا يا جماعه اول ما الرز بتاعي بدا يغلي والميه بتاعته تتشرب هبدا احط تحتيه الشياطه وهوطي عليه لتحت. ده شكل الرز بتاعي يا جماعه بعد ما طاب. كل حبه الورق اللورة منه الطعم والريحه ما اقدرش اقول لكم. بعد ما غرفته حلو شكله جميل وان شاء الله ينول اعجابكم. كنت عامله هنا جنبيه فرخه مشويه، طريقتها ان شاء الله تلاقوها نازله في القناه. ان شاء الله طبق الرز يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.